السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، معكم فيها قاسم محمود، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. استعدادات مسبقة لتصدي غزو الجراد في إقليم جنوب البحر الأحمر. مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في مديرية دكم حريم. تقييم دور الشباب في تصدي جائحة كورونا في فروم. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في كنيسة بجنوب أفريقيا. البوسنيون يحيون الذكرى 25 لمذبحة سريبرينيتشا التي صدمت العالم. ورسوم أمريكية عقابية على فرنسا. ظاهرة الجراد الصحراوي المتوقعة في إقليم جنوب البحر الأحمر، وخاصة طبيعة وأسلوب الآفات المتنقلة. والدورة التي قدمت لبعض المواطنين والجيش تمثلت في الاحترازات التي يجب أن تتبع أثناء سبل رش المبيدات وأدوات الرش، ومعرفة طبيعة الجراد والأضرار التي يسببها في الزراعة والثروة الغابية، ومتابعة ونقل المعلومات، بالإضافة إلى معرفة الفرق والتشابه بين الجراد الصحراوي وجراد الأشجار. وأفادت المعلومات الواردة بأن البرنامج الذي بدأ بمديرية جنوب دانكاليا سيتواصل إلى المديريات الأخرى. يذكر بأن إقليم جنوب البحر الأحمر شهد في الأشهر الأخيرة من عام 2019 ظاهرة الجراد الصحراوي، ابتداء من منطقة راس تارما وحتى أبو كيلوما، ومن ثم في مديرية أرعتا، وتم السيطرة عليه بالجهود المنسقة بين المواطنين ووزارة الزراعة وأعضاء قوات الدفاع. في غضون ذلك قدمت دورة مماثلة في مدينة دكم حرب الأقليم الجنوبي. وأوضح مسؤول فرع وزارة الزراعة في المديرية السيد ألم أبرهة بأن الدورة لها دور كبير في مكافحة الجراد. تجري مساعدات مالية وعينية للمحتاجين في مديرية دكم حرب الأقليم الجنوبي. ووفق المعلومات الواردة قدم مبلغ 500 حتى 800 نعفة لكل من 50 أسرة محتاجة في ضاحية قرع، ومبلغ 500 نعفة لكل من 146 أسرة محتاجة، ما مجموعه 107 ألف نعفة. وفي ضاحية أولع صارو قدم مبلغ 23 ألف نعفة ل 64 أسرة شهيد، ودعم عيني إضافي للأسر المتضررة أكثر. وجمع سكان عدن فاس بضاحية مايعداغا 32 ألف نعفة، وتم توزيعه بذات السياق ل 64 أسرة محتاجة. في غضون ذلك سمح السيد عوات برهان والسيد زر سناي مزقبو إقامة مجانية ل4 أسر مستأجر منازلهما، والسيد تسفيت بالسرعات لمستأجرين متجر لشهرين، وأسرة المتوفي السيد أبرها قبر ل5 مستأجرين متجر لشهرين، وأسرة المتوفي الفيش محرنا ل4 مستأجرين للشهر، والسيد قرنكيل برهان لمستأجرين للشهرين. وفي ضاحية مسالو سمحت أسرة المتوفي ميكيل حيل مريم لأسرتين ل3 أشهر، والسيدة السيرزرئي ل6 أسر لشهرين، وأسرة المتوفي تسا قابر هابت ل8 أشهر ل8 أسر لشهرين. كما سمح السيد ولدو تسفى ميكيل ل9 أسر لشهر واحد، وأسرة المتوفي مدحنية تسفى مريم ل3 أسر لشهرين، والسيد حداس بره لأسرة واحدة لشهرين، والسيد تخلصقي ولد حنسا لأسرتين ل6 أشهر. وفي ضاحية أمهور السيد آرون حيل مريم لأسرتين ل3 أشهر. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني في مديرية فورو الشاب عثمان أحمد دين بدور الشباب الفعال في تصدي جائحة كورونا في المديرية. وأفاد الشاب عثمان بأن الشباب بذلوا ويبذلون جهود حسيسة لتطبيق التعليمات الصادرة على مستوى البلاد، وضمان ضوابط الخدمات الاجتماعية وقاعدة التباعد الاجتماعي.
وأوضحت المعلومات الواردة بأن الشباب لا زالوا يقومون بتقديم معلومات آنية وصحيحة الجارية عبر وسائل الإعلام، مستخدمين مكبرات الصوت بالتنقل في شوارع بلدة فورو لحصول المواطنين على معرفة تامة بالجائحة وأخذ احترازات عالية. وقال الشباب إن الوعي والاحتراز هما من أهم أنواع مكافحة كورونا، مناشدين المواطنين متابعة تطبيق التعليمات والمعلومات الصادرة وعدم تجاهلها. سمح المواطنون المقيمون في الداخل والخارج الإقامة المجانية لمستأجري منازلهم. ووفق المعلومات الواردة من السفارات الإريترية، سمحت أسرة المتوفي القس كفل حيلزق المقيمة في الرياض إقامة مجانية ل5 أسر في كامبوفولو بأسمر، وأسرتين في وسط المدينة لشهرين، والسيد دانيال جرماي لشهرين، والسيد شيشاي برهي مع زوجته المتوفية نيغستي حاغوس لمستأجر متجر، وأسرتين ل3 أشهر. ومواطنة مقيمة في ميلان الإيطالية فضلت عدم ذكر اسمها لشهرين و6 أشهر، والسيدة أرقاش كيدان المقيمة في جنوفا ل6 أشهر، والسيدة صهينيش تخل مريم المقيمة في ميلان الإيطالية ل10 أسر لشهر واحد، والسيدة روزاريا بولومي ل4 أسر لشهرين. كما ألقى السيد ساميل اسملاش المقيم في أبسالة مدفوعات إيجار ل3 أسر لشهرين، وأسرة المتوفي اسملاش قبر قرقيش لشهرين، والسيدة تبرز كبيدة المقيمة في ستوكهولم لأسرة واحدة ل3 أشهر، وأبرهت اسملاش لأسرتين لشهر واحد، والسيد ميكيل أفورقي مع زوجته السيدة روزينا صقاي ل8 أسر لشهرين، والسيد سمري برهم مع زوجته قدس صقاي لشهرين، وورثت السيدة فاسلا سكيدان ل3 أشهر. كما سمحت أسرة السيد رضا أبادي إقامة مجانية لأسرة واحدة، وأسرة السيد فصون برهل المقيمة في يوتوب بقرق ل4 أسر، والسيدة إلسا محرزقي المقيمة في ستوكهولم مع زوجها كسة حبت مريم لأسرة واحدة حتى زوال فيروس كورونا من البلاد. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قالت الشرطة في جنوب أفريقيا أن 5 أشخاص قتلوا واحتجز آخرون رهائن في كنيسة غرب جوهانسبرغ. وأضافت الشرطة في بيان أنها تلقت بلاغا في الساعات الأولى من صباح يوم السبت عن موقف احتجاز رهائن وإطلاق النار في الكنيسة. وقالت الشرطة إنها اعتقلت 30 شخصا وضبطت أكثر من 25 سلاحا ناريا، ولم تذكر سببا لاحتجاز رهائن ولا تقديرا لعددهم. وذكرت محطة تلفزيونية أن هناك نزاعا على قيادة الكنيسة، ونقلت عن مسؤول فيها قوله أن عدد الرهائن يصل إلى 200. أحيا البوسنيون الذكرى 25 لمذبحة سريبرينشا التي راح ضحيتها نحو 800,000 رجل وصبي، والتي صدمت العالم باعتبارها جريمة الإبادة الجماعية الوحيدة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ووقفت العائلات المكلومة أمام نعوش ملفوفة باللون الأخضر لتسع الضحايا. تم التعرف على رفاتهم حديثا، وسيتم دفنها في مقبرة بالقرب من البلدة، حيث تشير شواهد القبور البيضاء الطويلة إلى مقابر 6643 ضحية أخرى. ولا يزال نحو 1000 من ضحايا المذبحة في عداد المفقودين بهذه البلدة التي شهدت واحدة من أفظع أحداث حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1992 و 1995. وخاطب قادة العالم احتفالية رسمية بهذه الذكرى عبر رابط فيديو بعد أن منعهم تفشي وباء فيروس كورونا من الحضور، وبدلا من عشرات الألوف من الزوار الذين يحضرون عادة هذا الاحتفال السنوي، جاء بضعة آلاف فقط بعد أن حظر المنظمون الزيارات المنظمة.
أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت رسوما جمركية عقابية بنسبة 25% على صادرات فرنسية بقيمة 1.3 مليار دولار سنويا، وذلك ردا على ضريبة فرنسية استهدفت شركات الإنترنت الأمريكية العملاقة، مشيرة إلى أنها قررت في الوقت الراهن تعليق جباية هذه الرسوم إفساحا في المجال أمام البلدين للتوصل إلى حل. وقال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إن الضريبة الفرنسية على خدمات شركة الإنترنت تستهدف بشكل غير منصف شركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيرا إلى أن واشنطن ستعلق تنفيذ قرار فرض الرسوم العقابية حتى السادس من يناير عام 2021 مع استمرار المفاوضات بين الطرفين بما في ذلك الحوار داخل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتشمل الرسوم العقابية مستحضرات التجميل وحقائب اليد الفرنسية، لكن تم إعفاء الشمبانيا وأجيبان الكاممبير والروكفور وفق اللائحة النهائية. الخبر الأخير في هذه النشرة: قام أحد مواطني ولاية مهاراشترا الهندية بشراء قناع ذهبي ثمنه يصل إلى 4000 دولار من أجل الوقاية من فيروس كورونا المستجد. وبحسب ما ذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية، قام رجل الأعمال بالاتفاق مع صانع ذهب محلي لتصميم وتصنيع قناع حماية ذهبي للوقاية من العدوى بالفيروس، وذلك بعد أن رأى نفس القناع ولكن مصمم من الفضة. القناع الجديد يزن نحو 2.5 كيلوغرام، وسيتم وضع فتحات به حتى يستطيع التنفس بسهولة. وقال كورادار إنه يتبع جميع احتياطات السلامة بالإضافة إلى ارتداء القناع ويحافظ على مسافة اجتماعية. وأشار كورادا إلى أن القناع جذب اهتماما كبيرا ليس فقط من قبل السكان المحليين ولكن أيضا من قبل وسائل الإعلام. مشاهدينا الأكارم، هكذا انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.